السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل تورتاية مقاس 20 ب4 بيضات وربع كيلو اسبونج كيك جاهز. ده بيخلي الكيك طعمه جميل جدا، وانا بحب يعني اشتغل بيه للطرط اللي انا بعملها. معايا شوية فانيليا، معايا معلقة كبيرة كده محسن جل، معايا ربع كوباية مية ساقعة. بضربهم كويس جدا بالمضرب لان انا ما عنديش عجان بالمضرب، بس اللي عنده عجان بيبقى القوام بتاعه اعلى والكثافة بتاعته بتعلى اكتر من المضرب، بس يعني انا بعمل باللي موجود عندي. هنا الاضاءة ضعفت معايا شوية كده عشان انا حاطة الفيشة، شلت الفيشة بتاعة الكشاف بتاع النور وحاطة الفيشة بتاعة المضرب. ان شاء الله في الفيديو ده باذن الله هقول لكم على التفاصيل بتاعه التورتايه دي، كلفتني قد ايه وبعتها بكام. ان شاء الله تابعوني لاخر الفيديو، بس ما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك للقناه عشان تدعموني ويوصلوا كل جديد انا بعمله. هضرب بقى كويس جدا 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 لحد، لان هو المضرب قوته ضعيفه شويه، فهضرب لحد ما يبقى لونه ابيض وكثيف كده، تقيل يعني كريمي كده معايا. هنا انا هعمل الاسبونج ده بالشوكولاته. بعد ما بضرب انا ما بحطش الكاكاو قبل الضرب مع المكونات، انا بحطه بعد الضرب عشان بس ايه، الاسبونج الشوكولاته شويه بيبقى ليه معامله خاصه شويه عن الفانيليا. ضفت حبه صغيرين قد معلقه صغيره خالص من الميه، عشان طبعا انا ضفت كاكاو فما يبقاش تقيل على المضرب، فبخففه كده بشوية مية قد معلقة صغيرة، وبروح بس كده مقلباه تقلبتين كده ولا حاجة، واروح جايبة الصينية بتاعتي او الحلة بتاعتي مقاس 20، بروح مبطناها كان عندي حتة زبدة كده، مفيش زبدة ممكن بفرشة كده بشوية زيت وتبطنيها، وبحط في القعر ورق زبدة او اي ورق عندك ممكن تحطيه في القعر، بس عشان تبقى سهلة في خروجها. وبعد كده بروح مدخلاها الفرن. طبعا لو انا كنت عامله السبونج ده على في عجان كان هيبقى المقدار بتاعه اعلى من كده، ولان انا حاطه ربع كيلو سبونج في حله مقاس 20 فكان هيبقى مقداره اعلى من كده. واروح مدخلاها كده الفرن، بس قبل ما ادخلها بروح كده عاملاها بالخله عشان اخرج منها الهواء، او اخبطها خبطتين على الرخامه تخرج منها الهواء. بروح بقى كده بعد ما خرجت معايا بقت بالشكل ده والطريه وجميله وهشه، فما فيهاش اي حاجه. انا عندي الفرن حامي، فروحت حطيت حله صغيره كده فيها ميه مغليه وسبتها، فطلعت الحمد لله مش محروقه من الجناب ولا من القعر من تحت. يعني بشيل كده الزيادات اللي هي بتبقى فوق دي، عشان دي بتبقى زفرة البيض فما بتبقاش حلوة يعني. والابيض اللي في الاسبونج ده ساعة التقليب الكاكاو مع الاسبونج الابيض فما تقلبش كويس، يعني انا ما قلبتوش كويس فهو مدي ايه، فيها حتت بيضة كده، فهو ما فيهوش مش نية ولا اي حاجة، ده هو بس اللون ساعة التقليب ما تخلطش كويس. بس كده بروح جايبه البورد بتاعي اللي هو اكبر من التورتايه نفسها شويه عشان اقدر اجلسها وتبقى التورتايه واخده راحتها. هنا جبت معايا، كنت عامله جناش شوكولاته وكنت مجهزاه يعني، فخدت منه معلقتين كده وحطيت عليه شويه ميه، حوالي برضو من 4 معالق ميه، ودوبتهم فيهم كويس جدا، وزودت شويه معلقه سكر بودره برضو في قلب الجناش ده. هو ده الجناش اللي انا كنت عاملاه عشان بس اسقي بيه السبونج، بدل ما اسقي بميه وسكر بس او بشربات بس. فانا طعمت بما ان هو السبونج معايا شوكولاته، فانا بسقيه بالسائل اللي هو الشوكولاته ده، زي النسكافيه كده، بيبقى عامل زي النسكافيه، بيطعم لي طعم السبونج ويخلي التورتايه طعمها جميل جدا جدا. الخليط ده اللي انا عاملاه ده لان انا كنت مجرباه في تورتايه عندي بالشوكولاته، وكانت انا عاملاها لينا يعني، فعجبني قوي موضوع ان انا اسقي التورتايه بالشوكولاته بصوص الشوكولاته، يعني اخفف الجناش بالميه بس كده. او عندك كيس نسكافيه بتدوبيه في شويه ميه، مش نسكافيه، نسكويك، معلش نسكويك، بيبقى برضو طعم جدا وبيخلي لي السبونج جميل قوي.
بقى عملت كده بقى، حشيت عليت التورتايه بالكريمه كده وبقت معايا عاليه وجميله. بين كل طبقه وطبقه بحط معلقه من صوص الجناش. بس كده بعمل اخر طبقة بقى واروح شايلاها في التلاجة شوية لحد ما اما اظبط دنيتي. طبعا بقى الكاميرا معايا يعني طلعت عيني لحد ما مفيش مساحة عندي خالص في التليفون، فكل ما كنت اصور الاقيها يقفل لحد ما انا بقى فضيت كده وجلستها ورحت بقى قعدت امسح شوية حاجات من التليفون يعني. طبعا معايا الجناش هنا لقيته جامد معايا لان انا كنت محضراه قبلها بيوم، فمسك معايا جامد، فرحت فكاه على حمام مائي. يعني حطيت البولة اللي كان فيها الجناش في كزرونة كان فيها مية سخنة، وسخنت المية السخنة او غليت المية السخنة، ورحت حطيت الطبق اللي كان فيه الجناش في قلب المية السخنة لحد ما بقى سائل معايا كده. وعملت الدريبات دي بتدي شكل حلو قوي. اللي كانت طالبة مني التورتة كانت بعتلي صورة يعني اعمل زيها، فكانت بدل الكريمة طبعا برضو ما الحتة دي ما اتصورتش عشان كان كل شوية يقفل. الصوص اللي انا بحطه ده مربة حليب، برضو خففتها بشوية مية كده وقلبتها كده مع تقلبتين. وعندي القراطيس دي برضو محشية كراميل، بتبقى طعمها جميل جدا، لايقة برضو مع مربى الحليب. فبقطعها كده وهحط كام قرطاس كده في النص. فكانت اللي طالبة مني التورتايه دي اني بدل الكريمة البني اللي فوق البيضة دي ده كان اوريو، بس هي ما كانتش عاوزة اوريو، بسكوت اوريو. فانا قلت لها اعمل لك كريمة بالشوكولاتة كده، قالت لي خلاص ماشي. فهي كانت زي التورتايه دي بالظبط، فعجبتها جدا جدا وشكرتني وقالت لي ما شاء الله تسلم ايدك، نظافة وطعم وجمال. فبجد شكرتني وقالت لي ان شاء الله هتعامل معاكي على طول. وادي التورتايه خلصت، وطبعا بحطها في العلبة دي كنت جايباها من محل مستلزمات الحلواني. كنت جايبة العلبة ب15 جنيه، مقاس 25. بس كده، واروح بقى اسلمها التورتايه دي كلفتني 200 جنيه، يعني انا بعتها ب200 جنيه بصراحة. بس هي ممكن تطلع من 200 ل250، بس انا قلت لها عشان اول مرة نتعامل مع بعض انا هحسبها لك ب200. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك للقناة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.